وحشتوني. الحلو بتاعنا النهاردة قد ايه بسيط بس جميل جدا جدا واقتصادي، اي حد يقدر يعمله في البيت. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، بدون حليب مكثف، بدون كريم شانتيه، بدون كريمة، بدون جيلاتين، اقتصادي 100%. تقدري تعمليه وتدعيلي من قلبك بقى زي ما انت عايزة، انا راضية. بصوا قد ايه حلو، قوي 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 حقيقي، تبارك الله. اقتصادي، بيعمل كمية كبيرة، وزعته على شكلين عشان تقدري تبسطي الولاد. تعالوا سريعا بقى، هاتوا الحليب، واللي ما عندوش حليب يقدر يستخدم المية عادي، بس الحليب هيعزز الطعم عنده اكتر. هنستخدم واحدة بار من الشوكولاتة دي او حوالي 50 جرام. تقدري تستبدلي الشوكولاتة بالكاكاو. انا ضفت الشوكولاتة مع الكاكاو عشان بس اعزز الطعم مش اكتر. وضفت على الحليب السكر، شوكولاتة وكاكاو وسكر على الحليب. وهنا هنزل بالنشا بتاعتنا. شفتوا قد ايه اقتصادية؟ مفيش بيت في العالم مفهوش المكونات دي، يعني ربنا يوسع الجميع حقيقي. بصوا سهلة ازاي. قلبت الخليط كله لحد ما اتأكدت ان انا دوبته، وبعد كده هوديه البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. ما بياخدش 10 دقايق كله على بعضه، ما بياخدش 10 دقايق، تحدي حقيقي. افضل اقلب فيه كده رايح داير ما يدور زي ما انتوا شايفين، وما سيبهوش وما عليش النار عليه، يبقى على درجة حرارة متوسطة، لانه عامل زي جوست. مرة واحدة تلاقيه عمل كده، اوبا اوبا اوبا. بنتي بقى عايزه اقول لكم مجنونه، تقولي اديني الحله بعد ما تخلصي يا ماما، فيها الجيني المصري. صدقوني، هي تحب كده دايما. استخدمت ازازه صودا، خلاص خلصت، غسلتها كويس ورحت فتحها من الجنب ولزقتها بالتيب عشان تبقى ايزي ليا وانا بطلعها. وابتديت املاها بالشكل ده. ليه؟ عشان تدي شكل حلو. تقدري تستخدمي اي علبه بلاستيك، بس كنت انا مسكنه العلب البلاستيك كلها جوه التلاجة، يعني حافظه فيها حاجات. ما تنسوش صحيح تتابعوني على قناة دي وقناة تانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. الحلو ده ما حصلش. شفتوا قد ايه اقتصادي؟ ووزعته على جزئين، على ايه على جزئين. واحدة في الازازة اللي هي التانية اللي هي البلاستيك بتاعت الصودا، وواحدة في القالب بالشكل ده، بحيث ان انا اقطعها مربعات او مكعبات. ولو عايزة اضيف بقى من فوق شوكولاتة، اللي هو صوص الشوكولاتة، او اضيف ايسنج، او انا ضفت الكاكاو. بصوا دخلتها التلاجة عشان تبرد، لانها كانت سخنة قوي. خطيرة 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 والله، تبارك الله. مش عارفة اقول لكم قد ايه اقتصادية. قطعت الازازة من التيب، فكيت التيب بس اللي انا كنت عاملاه عشان تبقى سهلة ليا، علشان بمجرد اول ما افتح الازازه هتطلع معايا. هي اول ما بتبرد بتتماسك، يعني مش محتاجه تتحط في التلاجة لانها مش سايله احطها في التلاجة تجمد، لا 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 خالص. هديكوا مقادير مظبوطه بالملي زي ما بيقولوا، وده شكلها حلو. تقدري تضيفي عليها الكاكاو الخام. لو هو خام مفهوش سكر ما تزوديش عشان الولاد تحبه، عشان لو هو خام من غير سكر هيبقى فيه مرارة. لو فيه سكر مش مشكلة. ممكن تحطي صوص الشوكولاتة. انا كنت حابة موضوع صوص الشوكولاتة ده، بس عايزة اقول لكم اساسا ان انا جيت من بره اجري، يعني عملت كام مشوار كده والله، ودخلت بسرعة. قلت يلا اسهل حاجة احط اللي هو البودر بتاع الكاكاو. بس انا كنت حابة ان انا احط اللي هي الازازة دي اغلفها بالشوكولاتة، يبقى حس ان انا عملت جزء بالشوكولاتة والجزء التاني بالكاكاو. وكنت عايزه اعمل مشروب منه فوها، اقول لكم المشروب ازاي تعملوه. بصوا بقى. عفوا يا جماعه، ممكن تاخدوا جزء منها، خطيره خطيره خطيره. تقطعوه كده تقطيع عشوائي، وتحطوا تاخدوا حوالي معلقتين او 3 معالق كبار، تحطيهم في كوبايه حوالي 8 اونز، وتملوها بالحليب ومعلقتين من السيرب زي ما انتي تحليق السيرب ده يعني السكر عايزه اقول اختياري، وتقلبيهم مع بعض مع معلقه من الصوص الشوكولاته، وده متقطع جوه. واشرب بقى. يعني ايه تاني؟ كوب من الحليب وعليه 3 معالق من اللي هو اسمه البتاع ده اللي احنا عاملينه. والبتاع السيرب. والسيرب اختياري، يعني انت بتحطي معلقه او 2 على حسب انت بتحبي السكر قد ايه، تمام. وتقلبيهم مع الصوص بتاع الشوكولاته بتاعك. خطير. مشروب ياباني ده جامد قوي قوي. انجوي يا جماعه.